بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل النايتي بتاع زمان، نايتي كيك بتاع الأطفال اللي كله بيحبوه والكبار بيحبوه، خفيف هش لذيذ، محشي مربى من جوه، خفيفة جميلة، حاجة كده تفتح النفس. نبدأ بالمكونات. بولة فاضية، معنا بيضاية واحدة اللي هنستعملها، كوباية لبن، نص كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، كيس فانيليا، كيس كيك شيف. هنبدأ نضرب البضاية مع السكر، نقلبهم كويس قوي، نخلطهم ببعض كويس، ونبدأ ننزل بكيس الفانيليا على السكر والبيض ونص كوباية الزيت وكوباية اللبن، نضربهم كلهم مع بعض كويس قوي قوي بالمضرب. ممكن نعملهم في الخلاط عادي، يعني ينفع الخلاط. هنبدأ ننزل بقى بالدقيق ومعلقة كبيرة بكيك شيف، ونبدأ نقلب الخليط مع بعضه. خلاص خلطناهم كويس. هناخد منهم معلقتين في بولة صغيرة كده، هنحط عليهم معلقة كاكاو خام من غير سكر، ونبدأ نقلب الكلام ده كويس عشان ناخد نزين بيه الوش. المعلقتين دول هناخد نزين بيه، نحطهم في كيس ونزين بيهم الوش. نبدأ بقى نجيب صينية فيها ورقة زبدة مدهونة، نبدأ ننزل بالخليط، نرج الخليط رجة خفيفة كده بحيث ان هو يتساوى، ميبقاش في جنب اعلى من جنب. ننزل بقى بالكاكاو اللي احنا عملناه معلقتين كيك، ناخد اي خطوط مش متساوية مش مشكلة، في الاخر يطلع شكلها حلو وممتاز. هنجيب خلة معانا ونبدأ ناخد خطوط بيها متساوية على قد ما نقدر، ونقلبها نعكسها وناخد خطوط عكسي عشان يدينا المنظر الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. نحطها في الفرن على 180 درجة نص ساعة، تطلع بالشكل الممتاز اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم. نقلبها ونشيل ورقة الزبدة اللي احنا حاطينها، ونبدأ نقص الأطراف عشان ناخد يعني مكعبات أو مستطيل متساوي نبدأ نقطع بيه النايت بتاعنا. عندنا معلقتين مربى تين، المربى المتوفرة عندكم تين فار ولا حاجة. هندي نص كيك من النص كده، نقسمها نصين متساويين، ونص الكيك نحط معلقتين مربى كويسين، ونبدأ بقى نلزق، نحط عليهم النص التاني، والحتة اللي احنا قطعناها بالجنب دي كلها نحط عليها معلقة مربى، ونبدأ نحط الحتة برضه اللي احنا قطعناها عليها عشان نعمل أشكال من النايتي، الشكل النايتي بتاع زمان الجميل. نبدأ بقى نقص ونعمل خفيفة هشة لذيذة. بصراحة مكوناتها بسيطة جدا وممتازة، ونفرح بيها والأطفال يفرحوا بيها، وأضمن وأحسن من المواد الحافظة اللي موجودة بره. ربنا يحفظ أولادنا ويحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه.